ليست مجرد طائرة وليست مجرد صفقة سلاح عادية، إنها الفايبر المغربية في نسختها الأكثر رعباً وتطوراً على الإطلاق. بعد طول انتظار خرجت العملاقة الأمريكية لوكهيد مارتن عن صمتها لتزف الخبر اليقين. أفاعي المغرب أصبحت جاهزة للتحليق، ولكن هناك مفاجآت تقنية لم تكن في الحسبان. لماذا تأخر التسليم؟ الجواب بسيط، لأن المغرب لم يطلب طائرة من الرف، بل طلب وحشاً مخصصاً. المدير المالي لشركة لوكهيد مارتن أكد أن النسخة المغربية هي نيو كونفيغريشن، نسخة استثنائية تم تعديلها بأنظمة لم تدمج من قبل في هذا الطراز، مما تطلب آلاف الساعات من الاختبارات لضمان أن هذه الأنظمة تعمل بتناغم تام مع المحرك الجبار. ما الذي يجعلها مرعبة؟ أولاً، هي تحمل دماغ المقاتلة الشبحية F-35. نتحدث هنا عن رادار إيسا المتطور الذي يرى كل شيء ولا يراه أحد، وقدرة على رصد وتدمير الأهداف من مسافات بعيدة جدا. ثانياً، نظام فايبر شيلد، الدرع الإلكتروني الذي يجعل الطائرة محصنة ضد الرادارات المعادية ويحول صواريخ العدو إلى خردة في الهواء. لكن المثير حقاً هو دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لحماية صقور الجو المغاربة بفضل نظام آلي متطور. إذا فقد الطيار وعيه لأي سبب كان، تتولى الطائرة القيادة فوراً وتعود لتهبط بسلام في قاعدتها. إنها طائرة تفكر، تحمي وتضرب بيد من حديد. أما عن المخالب فالحديث يطول. صواريخ هاربون القاتلة للسفن، صواريخ هارم المتخصصة في تدمير الدفاعات الجوية، وقنابل القطر الصغير الذكية. المغرب يمتلك الآن القدرة على فرض سيادة جوية مطلقة. العد التنازلي بدأ، والمدير المالي للشركة كشف أن عمليات التسليم ستبدأ من الأسبوع المقبل. المغرب لا يكتفي بشراء السلاح، بل يبني منظومة ردع متكاملة تضمن أمن واستقرار المملكة تحت قيادة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة الملك محمد السادس. فهل أنتم مستعدون لرؤية الفايبر وهي تزين سماء المملكة؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. ليست مجرد طائرة وليست مجرد صفقة سلاح عادية، إنها الفايبر المغربية في نسختها الأكثر رعباً وتطوراً على الإطلاق. بعد طول انتظار خرجت العملاقة الأمريكية لوكهيد مارتن عن صمتها لتزف الخبر اليقين. أفاعي المغرب أصبحت جاهزة للتحليق، ولكن هناك مفاجآت تقنية لم تكن في الحسبان.